أهلا بيكم في قناة English Edge. في الفيديو ده هنتكلم عن زمن المستقبل البسيط Simple Future Tense اللي بنستخدمه للتعبير عن أحداث هتحصل في المستقبل. يلا نبدأ. زمن المستقبل البسيط بيعبر عن أحداث لسه هتحصل، وبيستخدم الفعل المساعد will قبل الفعل الأساسي. دلوقتي هناخد مع بعض الصيغ المختلفة لزمن المستقبل البسيط. أول حاجة هناخدها مع بعض وهي الجملة المثبتة، ودي بتتكون أول حاجة معاي من subject، بعدين بجيب will، بعدين بجيب الفعل في المصدر. هناخد أمثلة مع بعض علشان الصورة توضح بشكل أكبر. I will study tomorrow. أنا هذاكر بكرة. They will travel next week. هم هيسافروا الأسبوع الجاي. وده كان شكل زمن المستقبل البسيط مع الجملة المثبتة. دلوقتي هناخد مع بعض الجملة المنفية، ودي بتتكون في البداية من subject، بعدين بجيب will not أو won't، وهما الاتنين نفس المعنى، وبعدين بجيب الفعل في المصدر. هناخد الأمثلة مع بعض علشان الصورة توضح بشكل أكبر. She won't come to the party. هي مش هتيجي الحفلة. We won't buy the car. إحنا مش هنشتري العربية. وده كان شكل زمن المستقبل البسيط في النفي. دلوقتي هناخد مع بعض زمن المستقبل البسيط في السؤال، والتكوين بتاعه زي تكوين أي سؤال. في البداية أنا ببدأ بالفعل المساعد will، بعدين بجيب الفاعل اللي هو subject، بعدين الفعل في صورته الأساسية المصدر. هناخد أمثلة مع بعض علشان الصورة توضح. Will you help me؟ يعني هتساعدني. Will they play football tomorrow؟ هل هم هيلعبوا كورة بكرة؟ وده كان شكل زمن المستقبل البسيط في حالة السؤال. دلوقتي هناخد مع بعض أشكال مختلفة بيجي على هيئتها زمن المستقبل البسيط. زمن المستقبل البسيط ممكن يجيلي على شكل قرارات، زي مثلا I will call you tonight. هكلمك الليلة. أو We will order pizza for dinner. هنطلب بيتزا للعشاء. هما الاتنين دول كانوا قرار، وممكن يجي على شكل توقعات، زي مثلا It will rain tomorrow. هيكون في مطر بكرة. أو The team will win the match. الفريق هيكسب المباراة. في شكل أخير ممكن يجي زمن المستقبل البسيط على هيئته، وهو الطلبات. هناخد أمثلة علشان الصورة توضح. Will you pass me the salt؟ ممكن تناول لي الملح. ده طلب. Will you open the window؟ ممكن تفتح الشباك. ده برضو طلب. دي كانت أشكال مختلفة لزمن المستقبل البسيط. وكده نكون خلصنا شرح زمن المستقبل البسيط. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو عندكم أي سؤال سيبوه في التعليقات. شكرا ليكم. سلام.